أهلا بيكم. بس عشان أفكركم إن ده الموسم التاني من بودكاست على السبرتية، وأنا اسمي سهى سعيد. كل يوم بنتكلم كلام خفيف بس بيكون كلام مهم، كلام بيلهمنا وبيخلينا نحس شعور أحسن لبقية اليوم وبينبهنا على حاجات كتير. اسم حلقة النهاردة بقى سيب إيدك. دلوقتي هسألك سؤالين 3 كده وتشوف هتفكر في إيه. تفتكر هيكون صعب ولا سهل إنك أنت تسيب من إيدك شعور أو فكرة أنت ماسك فيهم ومكلبش بكل قوتك؟ تفتكر تقدر تعمل كده ولا لأ؟ طب تفتكر إيه أول حاجة بتيجي على بالك دلوقتي لو أنا سألتك إيه أكتر شعور أو فكرة أنت مكلبش فيهم دلوقتي، مع إنهم أصلا ملهمش أي فايدة ولا بيخدموك بأي حاجة في الوقت اللي أنت فيه؟ فكر كده، اسكت وراقب ظهر عندك إيه في عقلك. أكتر حاجة أنت بتحس إنك مكلبش فيها شعور أو فكرة. آخر سؤال، تفتكر يا صديقي العزيز إيه الحاجة الواحدة، حاجة واحدة فقط ممكن تكون أنت ماسك فيها من امبارح اللي فات ده ومحتاج تسيبها من إيدك وتحررها، لأن هي ببساطة منغصة عليك يومك، ولما هتحررها يومك هيبقى أسهل وأريح وأوسع وألطف وكل حاجة. يعني أنا مثلا بالنسبة لي كنت المفروض امبارح أعمل حاجة مهمة قوي في البيت وما عملتهاش، وفعلا بفكر فيها معظم الوقت من ساعة ما صحيت، وعمالة تجيلي إحساس إن أنا اتأخرت وشوية إحباط كده وحبة أفكار بقى بيلموا بعضيهم، زي إن أنا بتأخر دايما وما نظمتش وقتي، وأفضل أفكر وتوقفني من إن أنا أعيش يومي اللي أنا فيه ده، ومتعملش أي حاجة غير إنها عمالة تشدني لورا. مجرد إن هي ماسكة فيا طاقتها دي موقفاني حرفيا. أنت بقى إيه اللي موقفك؟ إيه الفكرة أو الشعور اللي أنت ماسكها من امبارح وموقفاك النهاردة؟ تعال معايا كده نعمل تجربة بسيطة مع بعض دلوقتي. فكر في الحاجة دي اللي ظهرت على بالك. عاوزاك تقفل كفك جامد جدا جدا، كف ايدك اي واحد فيهم اقفله جامد كأنك ماسك حاجة جواه بكل قوتك. امسك جامد جدا جدا جدا، ولاحظ التوتر اللي بقى في ايدك دلوقتي من كتر ما انت ضاغط على الاخر بكل قوتك. اضغط جامد جامد جدا على قد ما تقدر، اضغط ايدك. تمام. ودلوقتي عاوزاك تاخد نفس عميق، وفي الزفير طلع النفس وافتح كفك. حس قد ايه ايدك بتسترخي، كف ايدك بيسترخي، وتخيل بقى ان ده بيحصل مع الفكرة او الشعور اللي انت ماسك فيهم من امبارح، وان هم بيتحرروا وبيبعدوا عنك بعيد قوي. لاحظت جمال احساس استرخاء كف ايدك ده؟ انا بقى عاوز اقولك انه بنفس بساطة انك سبت ايدك تسترخي كده، تقدر بنفس البساطة دي انك انت تسيب اللي انت ماسك فيه. وانا بأكد لك انه لما تسيبه مش هيحصل اي حاجة، بل بالعكس، زي ما ايدك استرخت كده والضغط راح منها والتوتر والشدة اللي كانت مقفولة جامد قوي قوي دي، انت كمان هتحس بخفة وراحة واسترخاء وسهولة بعد ما تسيب ايدك من المشاعر أو من الفكرة اللي انت مكلبش فيها من امبارح. اعمل كده التجربة دي مع كذا حاجة واستمتع بيها، وتدرب دايما انك انت تسيب اي حاجة انت مكلبش فيها من امبارح وموقفاك ومخليك ما تعيش يومك بتاع النهاردة اللي انت فيه صح. هسيبك دلوقتي تعمل التجربة تاني وتستمتع بيها، واشوفك ان شاء الله في الحلقة الجاية. سلام عليكم.